امشي يلا، هاتي عدة القهوة من المطبخ، خليني اعمل فنجان قهوة يعدل دماغي. روح انت هاتي عدة القهوة لنفسك، انا هستنى بابا هنا. امشي يا بنتي بلاش اللي تهدب، امشي احسن اضربك. هو هي كل حاجة ضرب اهدى. امشي بقولك. حاضر اديني ماشية اهو. عجايب يا اخواتي، البنت خلاص ما بقاش لها شغلانه غير تستنى بابا وتودع بابا. السلام عليكم يا زكية. وعليكم يا عبد السلام. أبط؟ ايوه يا ستي ابط. فين سلوى امال؟ لا يمنع المهية الأول. ايه اقول لك فين سلوى تقولي لي المهية؟ ايه يا اخواتي الكلام ده؟ ناولني المهية قبل أي حاجة. يا ولية يا ولية استني عليا لما اخد نفسي واطمن على البيت. هات المهية وبعدين خد نفسك واطمن على البت زي ما انت عايز. اخ اعوذ بالله اعوذ بالله، هي الدنيا طارت؟ ايوه طارت. يا ولية يا ولية حرام عليكي، ده انا جاي ماشي المشي صح للي زيك. وطالع سلم 3 ادوار. ولو ايدك على المهية. هات. اخ اللهم طولك يا روح. خدي هات. خدي قطيعة تقطع المهية وصاحب المهية. هات. خدي 10 15 16 17 18. فين الباقي؟ ايه قصدك ايه؟ قصدي ايه؟ ناقص من المهية 2 جنيه و23 قرش. ال2 جنيه حجزتهم مصاريف خاصة ليا زي عادة كل شهر. وال23 قرش هقول لك اهو. قول. مسحت الجزمة ب3 تعريف. اهو حتى بص شوف اهي. طيب والباقي ايوه يا ستي هقول لك برضه. جبت يا ستي كيس الحلويات دي لسلوى ب3 تعريف. والريال؟ ريال. ريال راح في مسألة إنسانية. مسألة إنسانية؟ وتطلع ايه المسألة الإنسانية دي يا اخويا؟ ايوه واحد زميلنا الاستاذ خضير الفيلسوف. فيلسوف؟ يا ولية الفيلسوف اظن سمعتي عليه. ايوه ماله؟ ايوه يا ستي مراته تعيش انتي اتوفت وجمعنا له مساعدة علشان مسألة الدفن والمعزة وما اشبه يعني. تدفع ريال بحاله مساعدة؟ ليه؟ علشان ايه؟ اهو يا ستي ده راجل مسكين وبقاله سنة بيصرف على عياها وفي ايده كوم لحم بعيد عنك. ده انا والله يا شيخة كنت عايز ادفع جنيه لكن بقى خفت لا تزعلي. طبعا ازعل. يا زكية يا اختي محدش ضامن عمره ومين عارف يحصل ايه في الدنيا دي. يحصل اللي يحصل يا اخي، هو انت هتتكفل بالعالم؟ يا شيخة حرام عليكي، دي الناس لبعضيها بقى. لا مش لبعضيها، وفي الحاجات اللي زي دي لازم تزوغ. فاهم يعني ايه تزوغ؟ ربنا ما يجيبش حاجة وحشة لحد علشان ما اضطرش ازوغ يا ستي ولا اضطر ادفع. اهو كده. طيب قولي لي فين سلوى؟ سلوى نعم يا بابا. تعالي حبيبتي الباباك. اهلا بابا. اهلا بيكي يا سلوى يا حلوة. جبت العروسة زي ما قلت لك؟ لا والله يا سلوى نسيت. دايما تنسى كده يا بابا. معلش يا حبيبتي ما تزعليش انا هجيب لك العروسة لما اخرج العصر بس كده. يا حبيبي يا بابا انا بحبك قوي قوي قوي. يا حبيبتي يا بنتي وانا بحبك قوي عجايب يا اخواتي عجايب. يا سلام الواحد يجي من بره كده متضايق وهم الدنيا كله على دماغه واول ما يشم ريحه سلوى كده ويضمها لصدره ينسى كل شيء ويشعر بانه في منتهى السعاده. لا يا شيخ بذمتي انت هتفسد اخلاق البنت وهتضيع مستقبلها بالشكل ده. يا شيخه فال الله ولا فالك. الله بتقولي الكلام ده ليه؟ الدلع الزيادة عن اللزوم ده هيخليها تطلع بنت ميعة، بنت ميصة. طب بس يا شيخة بس بلاش كلام فارغ. أنا اللي كلامي فارغ؟ وأكتر من فارغ كمان. طيب أنا هعرف شغلي يا صاحب السلام. يلا بقى اللي أنت عايزة تعمليه اعمليه وبلاش هوسة.
الله، تعالي يا سلوى، تعالي يا حبيبتي، تعالي. خدي يا حبيبتي، خدي الحلويات دي. سبحان ستي. الله، مالك يا زكية كفل الشر؟ بوزك شبرين كده ليه؟ مفيش يا علي يا اخويا. مفيش ازاي؟ ده انت باين عليكي متضايقه بشكل وحش خالص. اعمل ايه بس في الراجل المجنون ده؟ راجل مين؟ سي عبد السلام جوزي. عمل ايه لا سمح الله؟ هيفسد اخلاق البت بالدلع اللي عمال يدلعه لها ده يا اخويا. وهو عيب لما يدلع بنته؟ دي هي اللي حيلته، ما طلتوهاش الا لما حفيت رجليكوا انتوا الاتنين على الدكاتره. ايوه يا علي يا اخويا، بس كل شيء وله اصول، وده ليل ونهار ملهوش شغله ولا مشغله الا تدليع البنت، وان جت كلمتها يشتمني. ده شيء يسرك يا عبيطه، هو بيدلع بنت ضرتك؟ دي بنتك. ولو يا اخويا ولو. اسمعي بقى اما اقول لك نصيحه وخدي بالك منها كويس. نصيحه ايه دي؟ لولا سلوى دي ما كانش عبد السلام قعد معاك يوم واحد. ازاي بقى؟ هي اللي ربطته بيكي. ها؟ واحمد ربنا اللي بيحبها ومتعلق بيها قوي كده. ما هو يا علي ماهوش. ثم يعني انت عايزه منه ايه اكتر من كده؟ الراجل بيديك ماهيته كل شهر على داير المليم. ابدا يا اخويا ابدا، والنبي انا عمري ما خدت منه غير 18 جنيه. الله، هو يعني بياخد ايه لنفسه؟ اهو بيلفت 2 جنيه كل شهر، حر ونار في جتته. مش كده يا زكية، مش كده يا شيخة، ده كتر ألف خير اللي بياخد 2 جنيه بس. ثم يعني هو بيصرفهم فين؟ ما هو بيصرفهم في الركوب والسجاير. ويعني لازم يشرب سجاير؟ ما يبطلها يا اخي. ما تقدريش تقولي له كده. ليه بقى؟ اتعود عليها من قبل ما يتجوزك يا زكية. يعني يا اخويا ما كنتش لاقي راجل تجوزني له غير ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة بتقولي عليه الكلام ده، ويوم ما تقدم لك بعد ما بقى عندك 40 سنة بوست ايديا الاتنين دول عشان اتمم الجوازة. اعمل ايه بس؟ كنت فاكراه راجل كويس. الحقيقة هو راجل كويس، وكويس قوي كمان. ثم احمد ربنا اللي هو راضي بيك وانت اكبر منه ب7 سنين. حتى انت يا اخويا جاي عليا. انا مش جاي عليك، انا عايزك تقنعي باسمتي وترضي بعيشتك عشان ربنا يرضى عنك ويبارك لك. اقنع ازاي بس؟ هو اكمل الناس، هو زوج مثالي ولا فيش منه. تصدقي بالله يا شيخة؟ لا اله الا الله. عبد السلام افندي احسن مني ومنك كمان. لا يا اخويا ما تقولش كده ابدا. اسمعي الكلام وعقالي يا زكية، لا ترجعي تندمي وتقولي يا ريت. يعني يرضيك يا اخويا انه يكره البنت فيا؟ مش معقول ابدا. انا ما صدقش انه يكرهها فيك، لكن اصدق ان اعمالك هي اللي بتكرهه وتكره البنت فيكي. طيب تعالى واسمع بنفسك علشان تصدق. بابا يا بابا. نعم يا حبيبتي. انت خارج يا بابا؟ ايوه يا حبيبتي، ايوه. رايح فين؟ هقعد على القهوة شوية. وليه ما تقعدش هنا يا بابا وانا اعمل لك قهوة مظبوطة؟ تسلم ايديك يا سلوى يا شاطرة. خليك هنا يا بابا. معلش يا بنتي، اخرج شوية افك الهم اللي على قلبي من امك واخنقها معايا. طيب يا بابا ما تنساش تجيب لي العروسة. من عينيا الاتنين يا بنتي، ده انا هجيب لك عروسة، احسن عروسة في السوق. انا عايزاها بتفتح وتغمض وتقول بابا بابا. تقول بابا بس؟ ايوه يا بابا. طيب وليه ما تقولش بابا وماما؟ لا انا مش عايزاها تقول ماما ولا تحب ماما. ليه يا سلوى؟ عشان ماما بتزعلك ودايما تتخانق معاه. حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، انت قلبك عليا بالشكل ده. ايوه امال يا بابا. وكمان انا عايزاك تجيب لي ماما تاني، ولا تزعق لنا ولا تزعل. لا يا سلوى، ما تقوليش كده يا حبيبتي، عيب.
ازاي عيب يا بابا؟ دي مش بتحبك ولا كمان بتحبني. لا ابدا ابدا يا سلوى، ماما بتحبك خالص وبتحبيني انا كمان. امال بتزعلك ليه يا بابا؟ لا الله، دي مش بتزعلني. دي بتهزر معايا. وبتهزر معايا انا كمان؟ ساعات تهزر معاكي وساعات بتكوني انت عامله حاجه غلط ولازم تفهمك غلطك. انت متأكد يا بابا انها بتحبني؟ ايوه يا حبيبتي، بتحبك ولازم تحبيها زي ما بتحبيني بالظبط. طيب يا بابا. طيب يا بابا، حلوة قوي كده، اهو كده اهو كده يا حبيبتي. برافو عليكي يا سلوى، يا حلوة يا حلوة. انا ماشي بقى يا حبيبتي. بابا اوعى تنسى العروس. لا لا مش هنساها يا عروسة. مع الف مع سلامة يا السلامة بابا. يا حبيبتي، مع السلامة. ايه رأيك بقى يا ست زكية؟ الحقيقة أنا الحقيقة انت أنا- مكسوفة من نفسك ولازم تغيري سياستك دي. فعلا يا أخويا، أنا هغير سياستي مع الاتنين من دلوقتي. أهلا أهلا سلوى حبيبتي. انا حبيتك صحيح يا ماما. يا حبيبتي هي دي عايزة كلام يا سلوى. الأم لازم تحب بنتها والبنت لازم تحب مين؟ تحب أمها. بابا قال كده برضو. عن اذنكم بقى على فين يا روحي؟ هقعد في البلكونة استنى بابا لما يرجع بالعروسة. طيب وأنا كمان هقعد معاكي في البلكونة أستنى بابا. صحيح يا ماما. وبعدين يا صابر افندي، مش هنلاقي عروسة للبنت ولا ايه؟ ادي احنا ماشيين يا عبد السلام افندي لغايه ما نلاقي عروسه مناسبه. طب استنى حاسب اما اشوف الدكانة دي. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا اخويا اللعب دي كلها؟ دي مليانه لعب اشكال والوان. اسمع، يظهر يا عبد السلام يا اخويا ان تجاره اللعب دي تجاره مربحه. طبعا، والا ما كانوش عملوا اللعب الهايلة دي. بص، ادي عروسه اهي ام فستان احمر. لا دي عايزة عروسة كبيرة تفتح وتغمض وتقول بابا وماما. كبيره؟ طيب خد لها دي. انهي دي؟ اللي في الركن دي، ام فستان ابيض وجزمه بيضه وشريط ابيض في شعرها. الله، دي عروسة حلوة صحيح ومناسبة جدا لسلوى. بس بقى تمنها غالي قوي يا حلو. يا خبر، ده مكتوب عليها 100 قرش. يعني جنيه بالتمام والكمال. اخ يا ساتر، دي غالية قوي. حكم يا اخوانا حكم. عروسة لعبة بجنيه كامل. طيب ده انا اقدر اتجوز عروسة بحق وحقيق، عروسة توزن انطار من اللحم والشحم ب25 قرش فقط لا غير. ايوه بس انا عاوز دي. يا شيخ سيبك بلا عروسة بلا كلام لا فارغ. لا يا حبيبي، لا كله الا كده. يعني ايه؟ مش ممكن اروح البيت من غير عروسة لسلوى. يا اخويا اقول لها مالكش عرايس في السوق. لا يا اخوي، ما اقدرش اكتب عليها. ثم يعني انت منتظراني في البلكونه ومنتظره اني ارجع لها بالعروسه. يا راجل اعقل، الجنيه اللي هتحطه في العروسة نشرب احنا بيه 33 كاس وتلت براندي معتبر من عند الخواجة سطاو. طيب والبنت سلوى حبيبتي؟ يا اخي ولا هتلاقي عروسة ب5 قروش. مفيش ب5 قروش عرايس، وهي عايزه العروسه دي. اقول لك، قول. تعالى نوصل لغاية الخواجة سطاو، ناخد كاسين ونتشاور في حكاية العروسة على مهلنا. وهو كذلك. نعمين يا سعد السلام. لا، ارجع بينا على محل اللعب تاني. ليه بقى؟ احنا مش اتفقنا؟ لا يا عم، لا فرحة سلوى انا عندي بالدنيا. انا هجيب لها العروسة دي وزي ما تيجي. وحتى 2 بيتزا و2 مليانه وشيشه عجب يصلحها. لا
جرسون جاي. يا جرسون ايوه جاي. تعال. جاي لك حالا اهو. تعال يا جرسون. حاضر يا نعم. هات لنا 2 قهوة مظبوط. حاضر. وعندك 2 قهوة مظبوط وصلحهم. ما قلتليش يا عبد السلام افندي. خير.